إلى لب القصيدة يا شاعر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عنوان القصيدة: إلى أين اتجاهك يا بلادي؟ إلى أين اتجاهك يا بلادي؟ وزادك كله عبء الفساد. ركبت حصان غش وانتهاك وتركضه بأصوات العناد. أراك قد استويت عليه ملكا كأنك في الدنا رب العباد. لذا طال الوقوف بك انتظارا نجاتك بين أصناف الجياد. دعي كبرا فرب العرش رب وآتيه الزمام على انكياد. تكدرت البلاد بعيد صفو فلا شيء سوى منع الرشاد. أقول الناس غيبها الظلام بما التجأوا إليه من التعادي. وصار الجوع ينصح للبرايا وينشر نصحه في كل ناد. أيا وطني أيا وطني أمأوى كل خير فكيف منعت من نيل المراد. وتطعمني بما لم يهوى قلبي وتشربني القساوة بالتمادي. دموع العين تنزل مثل غيث لحر الغم في صدر العباد. وصار الهم يشعل كل جرح ويدخل قومنا بيت الأعادي. يسافر جلنا من غير قصد إلى الأمطار غيرك دون زاد. نعيمك للبرية مثل شر وكنت بلا انتفاع كالرماد. وموضع أمننا قد صار خوفا بأنواع المشقة والعناد. أهذا وعدنا من قبل قولي سيقضي ربنا بين العباد. فليس عليك توبيخ وعيب لأنك للبرية كالجواد. فقد تركوك للإفساد قوم هم الرؤساؤنا في ذي البلاد. عليك سلام ربك نيجيريا مع الفوزان في يوم المعاد. ويسر سوله عند الوقوف أجر مأواه من سوء المعاد. وفودنا إليك الأمر كترا فأنت بصيرنا رب العباد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قصيدتك توجد كلمة العباد في 3 مواضع. لماذا؟ وأنت شاعر عربي. من عيوب القافية في 3 مواضع. نعم. في 4. العباد العباد العباد. لماذا؟ ملاحظة أخرى من شيخنا. يا حبيبي شاعر، شكرا جزيلا، شكرك الله. قلت في البيت في عجز البيت 14: نعيمك للبرية مثل شر وكنت بلا انتفاع كالماذا؟ كالرماد. صحيح. انظر ما هو وجه الشبه بين بلا انتفاع وكالرماد. الرماد ليس له انتفاع. ليس له انتفاع. نعم ليس له انتفاع. ولكن قلت بعد ذلك بلا انتفاع، يعني أن نيجيريا ليست لها الانتفاع، ثم نكرت الانتفاع ليدل هذا التنوين على أنه لا هناك أي نفع. صحيح. ولكن حقا هل الرماد ليس له نفع حتى يكون بين المشبه والمشبه به وجه الشبه؟ نعم الرماد له نفع، له نفع، وإن كان نفعه أقل ولكن له نفع. ولو قلت بلا الانتفاع لكان هذا أخف. أما بلا انتفاع بالتنوين
كأنك نكرت أي نوع من أنواع النفع. مفهوم؟ نعم. ثم نعم دعني أقتفي بهذا. أهلا بك يا شاعر الكريم. نعم، قلت في البيت الثاني: ركبت حصان غش وانتهاك وتركضه. من ركبت وتركض، ركبت وتركض، تركض أو تركضين. ركبت أي نيجيريا هو الذي أتكلم معه. بدل أن تقول وتركضين، كأنك تخاطب المذكر بيد أنك تخاطب المؤنث. أهلا بك. ثم كتبت: يسافر جلنا من غير قصد إلى الأمصار، لكن لما بدأت الإلقاء قلت إلى الأمطار. الأمطار أو الأمصار؟ أمطار. أمطار. كلنا نسافر إلى الأمطار. أمصار. أوكي، بارك الله فيك. آمين. ملا. نعم. المسافر بدون قصد، العاقل يفعل شيئا بلا قصد. لا ينبغي يا حبيبي، خلي بالك. عفوا. ثم قلت: فقد تركوك للإفساد قوم. تركوك قوم. تركوك قوم. فقد تركوك فقد تركوك قوم. تركوك قوم. تركوك قوم للإفساد. تركوك قوم. أين الفاعل؟ تركوك قوم. أين الفاعل؟ قوم. قوم. والواو ماذا؟ أكلون البراغيث. شكرا. شكرا يا شاعرنا. وليركب المنصة الشاعر صادق Ọlákúnlé Dhikirullah شاعر العلوم. ẹ dákun ẹ máa bá wa bomi là, omi yìí ń gbóná púpọ̀, àwọn èèyàn orí wa bá lọ, ẹ dákun. الشاعر الملكي الآن وشيخنا من مركز العلوم كو أتوبو بإعراب. وهذه اللجنة قدمت الرسائل إلى طلبة، وأنت أستاذ، وكيف نفعل؟ هل سمحتنا أن نعاملك معاملة هؤلاء؟ حياكم الله. فليتفضل. بلادي